المرجو منكم دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يسعدنا كثيرا ويحفزنا للتقديم الأفضل دائما، وشكرا لكم. أهلا. يحتضن المغرب بطبيعة الحال في هذه الأيام هذه كأس العالم للأندية ما بين فاتح فبراير إلى 11 من الشهر ذاته. هذا كأس العالم بطبيعة الحال هي حدث كبير بحكم أولا تجري تحت إشراف الفيفا، وأيضا هي تعد واحد من المنافسات اللي تعتمد على الفيفا في الأجندة الخاصة ديالها بحكم أنها هي المشرف الكامل على هذه التظاهرة هذه. هذه التظاهرة هذه لا يمكن أن تمنح لأي بلد بدليل أنها منحت ل5 دول منذ إنشائها سنة 2000. استفادت منها البرازيل، ثم اليابان بدورات عدة كما سنرى، ثم السعودية وقطر والمغرب. إذن 5 دول في العالم هي اللي حضرت هذه الدورة، وبالتالي يظهر بأنه الفيفا لديها معايير خاصة في منح هذه التظاهرة للدول المستضيفة والمرشحة. السؤال: كم يدفع كل بلد يريد احتضان هذه التظاهرة، وماذا يستفيد من هذه التظاهرة؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال وجب أنه نعطي واحد المعطيات هذا كأس العالم للأندية حتى تكون الأمور أوضح بشكل كبير جدا. التظاهرة هذه لم تتشكل إلا بعد رغبة الفيفا في أنها توحد التظاهرات الخاصة بالمنافسات تجري بالقارات. في السابق كان كأس انتر كونتيننتال اللي كنا نسمعوا عليه بزاف في التسعينيات على الخصوص بعد ما تنقل المباريات ديالو في القنوات المغربية، وكان تجري بين الفائز بكأس ليبرتادوريس وبين الفائز بكأس أوروبا، وبالتالي كنا نتابعوا بأنه هي كأس القارات. بالتالي كان دائما السؤال يطرح بخصوص آسيا وإفريقيا، حتى أنه القارتين الإفريقية والآسيوية قرروا أنهم يديروا كأس الأفرو آسيوية اللي شاركوا فيها الأندية المغربية سواء الوداد أو الرجاء. إذن هذا المعطى هذا خلى بأنه الفيفا تقلب على أنه توحد هذه المنافسات هذه، وقررت 99 أنها تجري كأس العالم للأندية بين مختلف القارات. وكانت أول تجربة كانت سنة 2000 بالبرازيل، واللي عرفت مشاركة فريق الرجاء البيضاوي من بعد الفوز ديالو والتأهل ديالو على حساب فريق الترجي في المباراة الشهيرة نذكرها في شهر رمضان 1999. للأسف أنه الرجاء قدم أداء كبير رائع جدا لكن ما تأهلش للدور الثاني. من بعد كانوا الدورة الموالية 2001، ولكن ما بين 2001 و2004 ما داتش التظاهرة هذه بحكم البعض قال بأنه صافي انتهت الفكرة هذه في المهد ديالها، ولكن كان السبب هو أنه الشركة التسويقية ESL اللي عرفت واحد انهيار كبير واللي كان عندها علاقة مع الفيفا تقريبا حوالي 20 سنة من التعامل مع الفيفا، فعرفت واحد انهيار مالي كبير، وبالتالي ما استطاعوش أنهم يمولوا إنشاء هذه التظاهرة هذه مجددا، لكن طلقت مجددا في 2005 إلى غاية الآن. لتلاحظوا بأنه الآن يتشاركوا فيها بطل أوروبا، آسيا، إفريقيا، وبطل ليبرتادوريس وأوقيانوسيا والكونكاكاف زائد البلد المضيف، اللي تيبان بأنه هذه الدورة 18 اللي دارت حاليا 14 لقب مشى لأوروبا عن طريق 4 المدريد، 3 لبرشلونة، و2 لبايرن ميونخ، و1 الميلان والانتر ومانشستر وليفربول وتشيلسي. بالنسبه 4 الالقاب متبقيه مشات لامريكا اللاتينيه عن طريق كوريانتيس، ساو باولو وانترناسيونال، وكلهم من البرازيل، وكوريانتيس فاز بها 2 مرات. تيبقى بانه الاداء ديال باقي الفرق الاخرى في القارات الاخرى كان متباين، اغلب ما وصلوا ليه هو المباراه النهائيه كما حصل مع فريق تي بي مازيمبي في 2010، ثم الرجاء البيضاوي بطبيعه الحال في 2013، والمفاجاه الجميله اللي خلقها وكيفاش فرحنا بانذاك وكنا عايشين واحد الاجواء جميله انذاك، ثم فريق العين الاماراتي في 2018. 5 دول كما قلت استضفتها اليابان 8 مرات، الامارات استضفتها 5 المرات، المغرب استضفت لهذه المرات، قطر مرتين، والبرازيل مره واحده. السؤال اللي كان يطرح دائما بالنسبه لهذا الكاس هذه هو انه يعني طريقه النظام ديالها. في الاول كانت تعتمد على نظام المجموعات في البرازيل كيفاش كانت لعبه الرجاء البيضاوي مع خصوصا مع فريق ريال مدريد والنصر السعودي، وايضا فريق كوريانتيس ان لم اخطئ البرازيلي. هذا الامر هذا خلى بانه تغيرت طريقه الاجراء هذه التظاهره هذه من نظام الغالب والمغلوب، ثم استقرت على انه اجراء مباريات تبدا من المباراه الاولى قبل مرور دور الربع، ثم النصف، ثم النهايه، ولكن ابطال ديال
ديال امريكا اللاتينيه وابطال كاس اوروبا ما يدخلوا حتى النصف النهائي. ربما هذا خلى واحد البعض يعتبر بانه مفروض على اي فريق اخر من غير هذه القارتين انه خصو يلعب 4 المباريات مقابل مباراتين لهذا المنتخب الانديه الاخرى اللي هي ديال اوروبا وديال امريكا اللاتينيه. هناك جوائز تخصصت لهذا الابطال لهذه المنافسه هذه تبلغ 16 مليون ونص مليون دولار، 16.5 مليون دولار. الفائز عنده 5 مليون ديال الدولار، الوصيف 4 مليون، الثالث 2.5 مليون، الرابع 2 مليون ديال الدولار، الخامس 1.5 مليون دولار، السادس مليون دولار، فالسابع نصف مليون دولار. نتمنى انه الوداد البيضاوي ممثل المغرب في التظاهره هذه انه يمشي بعيد، ماشي فقط باش انه يعاد الانجاز او يتعدى ان شاء الله علاش لا الانجاز ديال فريق الرجاء، وانما على الاقل حتى باش يستافد حتى ماديا وتنتعش الخزانه ديالو الماليه. الان السؤال تيطرح بخصوص طريقه التنظيم لهذا الكاس هذه من بعد. الفيفا عملت انه الى حد ما لغات كاس القارات الخاصه بالمنتخبات بحكم انه ما كانش عندها واحد الجاذبيه كبيره، وكانت تفرض كما كان في السابق ان كل دوله تبغي تحتضن كاس العالم وانما تكون مسبوقه بكاس العالم ديال المنتخبات. التظاهره هذه توقفت والفيفا تحاول انه تركز على كاس العالم للانديه. علاش؟ لانه الانديه ربما عندها واحد اشعاع كبير وعندها واحد الجاذبيه كبيره. كاس العالم المنتخبات يكون مشاركه فيها مثلا نيجيريا، مصر مثلا، فريق من الارجنتين، البرازيل او مثلا اسبانيا وفرنسا، ربما جاذبيتها غتكون اقل من جاذبيه اللي تكون عند كاس العالم للانديه اللي فيها فرق معروفه كمانشستر، ريال مدريد، البرشلونه الى اخره. فكان التوجه الى هذا الامر هذا هو انه التركيز على كاس العالم للانديه. والان الدوره الحاليه في المغرب ربما قد تكون الاخيره اللي تجرى بهذا النظام هذا، والدوره المقبله غتجرى يا اما ب 16 منتخب او 32 منتخبا. وانذاك ستكون هناك عداله الجميع بحكم انه يكون هناك مجموعات وتكون شبيهه الى حد ما بكاس العالم ديال المنتخبات اللي تجري وفق مجموعات، وبالتالي اللي عنده الحق هو اللي غادي يدوز للدور الموالي، وليس انك تحكم على انديه ان تدخل مباشره لنصف النهائي والاخرين المفروض انهم يلعبوا ادوار تصفويه توصل انه 4 المباريات قبل ما يوصل للدور النهائي. من الدوره هذه 32 فريق او 16 منتخب غتكون فيها عداله بالنسبه لجميع الانديه في العالم، ومقابل ذلك غتضمن مداخل اكبر للفيفا، وهذا هو الهاجس اللي عند الفيفا في الوقت الحالي من اجل انجاح التظاهره هذه. الان السؤال واش شحال تيقدم لاي منتخب او اي دوله تبغي تستضيف التظاهره هذه؟ المغرب في 2013 2014 في كل دوره قدم 40 مليون دولار للفيفا بضمانات من الحكومه المغربيه، وما يمكنش انه تبدا البطوله الا اذا تسلمت الفيفا جميع المبالغ اللي ذكرت 40 مليون في كل دوره. مقابل ذلك انه تيولي بانه من حق الدوله انها تستافد من التسويق ديال هذيك التظاهره بكل الاشكال، على مستوى التذاكر، نقد تلفزيوني، الاشهار الى اخره، وهو مقابل ذلك 40 مليون دولار اللي خدات الفيفا، وبالتالي الدوله عليها الهاجس او رهان انها تكون غونطابل، يعني تكون تستطيع انها ترجع هذوك الفلوس اللي قدمتهم الفيفا ككوسيون ولا كضمانه باش انها تنظم هذيك التظاهره هذه. وبالتالي 2013 2014 لاحظنا بانه قيمه التذاكر كانت عاليه، فكانت توصل اقل تذكره كانت 100 درهم واكبرها توصل 1100 في النهائي في المباراه النهائيه، والتراوحات ما بين مختلف المباريات ما بين 335 درهم، 780، 390، 445 حتى توصل 1100 درهم. ونفس الامر بالنسبه في 2014 2013 اللي شهدت بطبيعه الحال وصول الرجاء البيضاوي للنهائي وعرفت واحد الهزيج كبير وواحد النجاح مطلق، في حين ان 2014 ربما خروج المغرب التطواني منذ المباراه الاولى كان ربما حكم على الدوره ان ما تكونش بهذاك النجاح اللي كان في 2013. وما زاد الطين بله هو ما تعلق بخصوص حادث مركب مولاي عبد الله اللي وقعت فيه بعض الاشكالات بخصوص الامطار. الان ماذا قدم المغرب في 2023 كمقابل لهذه التظاهره هذه؟ المغرب فاز بالتظاهره هذه بعد اعلان ايفانتينو بعد انتهاء مؤتمر الدوحه خلال اجراء نهائيات كاس العالم، اعلن بان المغرب هو الفائز باحتضان هذه التظاهره هذه. ماشي مهم واش هو كان متقدم وحيد او كان مع اطراف اخرى الامارات او دول اخرى، المهم انه فاز بها وبانه حظى بالثقه ديال الفيفا. المفاجاه هو ان المغرب لم يؤدي اي سنتيم للفيفا، لم يؤدي اي شيء للفيفا. نعتبروها اعطيوها بزاف التحليلات،
هي هديه من الفيفا بالنسبه للمغرب اللي قدم واحد الاداء كبير في المونديال. نعتبر بانه هي اخر دوره تتم بهذا النظام هذا، وبالتالي ما كانش هذا الاكراه المادي انه يتم الاخضاع المغرب ليه في هذا الوقت هذا، وهو اللي خلى بانه اللي لاحظتوا بانه تاثمن التذاكر في التظاهره هذه منخفضه جدا، تتبدا من 50 درهم، وامر غير مسبوق بتاتا في مختلف الدورات السابقه، ثم 100 درهم ف200 درهم، في حين انه يعني 200 درهم تقدر تشوف بها المباراه النهائيه. اذا المغرب ما اداش هذيك الضمانه ديال 40 مليون دولار، وبالتالي ما كانش عنده هذا الهاجس ديال انه التذاكر يكون مرتفع الاثمنه ديالها. الامر الاخر هو انه باش نشوف الطرح ديال بانه هذه هديه من الفيفا، لانه من حدث امكانيه انه التسويق ديالها، وبالتالي هو من حقه ان يسوق على مستوى النقد الفازي، بدليل انه هناك قناه الرياضيه اللي خدات، ثم ايضا قناه السعوديه الرياضيه وقناه ابو ظبي وايضا قنوات اخرى. اذا الامر يتعلق باخر دوره، ربما الفيفا لاحظت شفت بانه كعربون شكر المغرب على الاداء ديالو كممثل افريقيا والدول العربيه وبطبيعه الحال العالم الامازيغي وكل ما يستتبع ذلك، وايضا دعم ليه المشروع الرياضي اللي كاين في المغرب واللي غادي واحد الاستراتيجيه اللي اعترف بها ايفانتينو عندما قال في تصريح في الدوحه، قال بانه المغرب لديه استراتيجيه في المجال الكروي ولم يقل الرياضي، لانه يتوجب التمييز بين الاثنين. عمليه التذاكر تمت بواحد الشكل سلس هنا في المغرب، ما كانش هذاك الاشكالات الازدحام، لانه كل شيء تم عن طريق الشباك الالكتروني، واللي كانت تجربه ممتازه جدا. المغرب استغل الفرصه باش يدفع في اتجاه انه يسرع العمليات ديال الاصلاح ديال ملعب طنجه، وهذا امر كان فيه ذكاء، لانه كانت هناك اصلاحات، وباش انه نسرعوها وباش نكسبوا الوقت هو انه تم برمجه ملعب طنجه كاحد الملاعب اللي تحتضن الدوره هذه، ناهيك على انه بالاضافه للشكل الجميل اللي ولا عليه وطريقه الاصلاح ديالو، تبقى فقط واحد نقطه اللي ربما اثارت بعض النقاش، وهي ملاعب تدريب الخاصه بملعب طنجه الكبير، اللي ادت انه الانديه ديال اوكلاند سيتي والاهلي المصري انهم توجهوا لتطوان من اجل خوض التدريب هناك، لسبب بسيط جدا، هو انه ملاعب التدريب في طنجه موجوده، ولكن معايير السلامه ما تتوفرش عليهم. لا اقصد معايير السلامه بانه اشكالات اخرى تقدر تبادر للذهن، وانما ما تخليش انه الانديه اللي غادي تاخذ التدريب ديالها انها تكون في امان كامل، والمغرب ما بغاش يغامر، لانه الا لاحظتوا في جوانب ديال ملعب طنجه كاين ملاعب بعشب ممتاز بامكانيات كبيره مش كبيره، ولكن على مستوى السياج، على مستوى الضمان او يعني ضمان سلامه الوفود الحاضره، فالمغرب ما بغاش يغامر، وقرر وفق تعليمات الفيفا وايضا وفق الشروط اللي موضوعه في اطار التحملات ديال الفيفا انه ما يدخلش في هذه المساله هذه، انه يخاطر بسلامه الوفود اللي مشاركه في مدينه طنجه، وبالتالي فضل انه ينقل التدريب الى تطوان عوض انه يغامر بالملاعب اللي هي ديال التدريب اللي كاينه بالقرب من ملعب طنجه، واللي هي في مستوى عالي كيف ما تشوفوها في الفيديوهات اللي تتنقل الان. ملعب الرباط تقريبا اصبح الجوانب ديالو كانت فرصه باش انه يتم تاهيل الجوانب ديالو كلها، اصبح في حله جيده على مستوى الطريق اللي تتعرفوها دائما، اللي كانت هي يعني على مستوى الارصفه ما كانش الرصيف الجانب، فالان كلها تقدات بالاضواء، وهي اذا هذا من الاشياء اللي ربما عن طريق الرياضه ربما نؤهل اشياء اخرى تكون في صالح المواطن حتى بعد انتهاء التظاهره. المونديال ديال الانديه منح المغرب اشعاع اخر تيجي من بعد الاشاعه اللي حقوا في مونديال قطر، وبالتالي تعطيه واحد الصوره اكثر، واسم المغرب غادي يتردد بشكل كبير، وهي تندخلوا في هذاك السوفت باور، يعني القوه الناعمه اللي تعتمد على عده اشياء، قد يعتمد على الفن، على الرياضه، وبالتالي المغرب غادي في هذا المنطق هذا. والمغرب الى احتضن كاس العالم للانديه، اقول كاس العالم فهي التظاهره اللي تندرج ضمن المنافسات الكبار، كأس العالم إلى آخره، كأس العالم اللي جرت في قطر، وأيضا هذه كأس العالم للأندية تحظى بواحد التتبع كبير، وبالتالي نحن نتحدث عن تظاهرة دولية كبرى تحظى بمتابعة الجميع ومعترف بها من طرف الجميع، ويحضر فيها كبار اللاعبين في مختلف الأندية اللي غادي تكون حاضرة، لأن الكل يحلم بأن يفوز بكأس العالم للأندية، وبأن بهذا اللقب يدخل الأرشيف ديالو، يدخل المتحف ديالو والتاريخ ديالو. تبقى بأنه الوداد ولو انه البدايه ديالو كانت غير موفقه في البطوله في الوطنيه، ولكن بالتاكيد
الدعم ديال الجماهير ديالو، كنعرفوا الجماهير ديالو قويه، بالدعم ديال الجماهير المغربيه تشوفوا انه ممثل ديال المغرب في التظاهره هذه، بالتاكيد ان شاء الله غادي يمشي بعيد لاقصى نقطه، اقصى نقطه في هذا الكاس العالم هذه، من اجل المساهمه في انجاحها، وايضا الاستفاده ماديا، وايضا ضمان اشعاع كبير لهذا الفريق هذا اللي هو حامل لقب افريقيا في اخر دوره. اذا منافع كثيره بالنسبه للمغرب في هذه الكاس هذه. بالتاكيد تنسعوا انه يكون حتى مداخل ماديه من هذا كاس العالم للانديه، باش تكون فرصه للتسويق، فرصه للترويج لصوره المغرب، فرصه للترويج ايضا المنتوج الكروي المغربي في هذه السنه هذه ما بين 2022 و 2023 اللي عرفت كاسين عالميتين، وبالتالي النجاح ديالها هو نجاح المغرب ككل بطبيعه الحال. هذا فقط باش نوضحوا هذه النقطه المتعلقه الجانب المتعلق ب هل دفع المغرب يعني ضمانات ماليه للفيفا كما كان مفترضا او كما كان معتادا عليه مختلف الدول. فالمغرب لم يقدم شيء، والدليل هو انه حتى الان ثمن هذه التذاكر هي منخفضه. تيبقى بانه نتمناو انها تمر التظاهره بشكل كبير، وحنا متيقين في المغرب انه يقوم بها بحكم انه تجربته في التنظيم وتجربته في احتضان ملتقيات كبرى من حجم دولي وليس فقط ملتقيات اقليميه او قاريه. الى ان تنتهي هذه الدوره على خير ان شاء الله وتلقى استحسان الجميع. طاب يومكم.